اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاستثناءات لو حضرتك عليك حكم غيابي وبترخص سيارتك، ولازم ان الضابط يختم لحضرتك على طلب الترخيص بختم وحدة التنفيذ ان ما عليكش احكام جنائية. طب لو عليك حكم جنائي بيتم اعلانك من الضابط رسميا باعلان رسمي ان حضرتك عليك حكم، واجب ان حضرتك تروح تعارض هذا الحكم. طب هل الترخيص بيمشي ولا ما بيمشيش؟ الترخيص ما بيمشيش، بيدي لك الضابط كل ورقك في ايدك وبيقول لك تعالى بكره اعمل معارضه وهات لي ما يفيد سداد المعارضه. حضرتك بالفعل بتخلص تعمل معارضتك من النيابه التابع ليها وبتجيب ما يفيد سداد المعارضه وبتروح تاني لنفس المكان اللي هترخص منه وبترخص. خد بالك من هذا الامر، ده الاستثناء الوحيد ان يكون عليك حكم غيابي وانت ما عملتش عليه اي اجراء قانوني، يعني ما عملتش عليه معارضه ولا عملت عليه استئناف. لكن لو عملت عليه اي اجراء قانوني بيتم حجزك وانك تروح النيابه تعمل المعارضه. يعني معنى ذلك ان هو لو حضرتك ما عملتش اي معارضات على هذا الحكم بتمشي عادي من وحده المرور وبترجع تاني يوم تستكمل اجراءات ترخيصها. وشكرا جزيلا.